السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. طبعا احنا النهارده هنبتدي بقى نخزن الورق العنب قبل ما ينشف منك. تنهضي تجيبيه دلوقتي من السوق، عشان فرصتك دلوقتي في ورق العنب بتكون افضل يعني. احسن ما تسيبيه تيجي تجيبيه تلاقيه ناشف ماشي. طبعا الورق العنب البناتي بتاعنا الجميل ده الورقه اللي تلاقيها ايه مش كبيره قوي، ورقه تلاقيها تحفه كده ما شاء الله. وتلاقي الورقه خفيفه كده وناعمه، وتلاقيها ايه شوفي الورقه تلميها كده ما شاء الله. تحس ان الورقه بتتلف معاكي كده لوحدها. ورقة تبقى جسمها ناعم. بصوا بقى الفرق ما بين الناعم واللي هو الخشن. بصوا الخشنة دي ما تجيبهاش، ممكن تلاقيهم في بياعين بيلخبطوا ماشي. الخشنة دي ما تفضليش تشيلها في الخزين خالص، متبقاش حلوة في المحشي خالص. خلاص قولوا لي بقى ايه رأيكم، ايه انتوا بتخزنوه ازاي بقى؟ انا هقول لكم طريقة تخزيني سهلة جدا ومفيش اسهل من كده. طبعا عندك استرتش هتحطي فيه اللي هو الاكياس. انا بقى في اكياس تلاجة عادي وبمشي الدنيا كده، الدنيا تمشي معاكي. باخد شويه كل شويه كده بدخلهم الاكياس زي ما انتم شايفين. الطريقه دي بحتمتها والله العظيم اكتر، بقالي من 3 سنين ما بعملش الا كده. لكن تقولي لي اسلقه واشيله لا. ممكن تحط عليه ميه مغليه وتعصري عصره ليمونه وتشيله وتغسليه. لا شيليه كده اهو، طلعي الهواء. شايفين؟ طلعي الهواء من الاكياس كده زي ما انت شايفه، متخليش فيه هواء. اما تحطيه في الفريزر بقى تضغطيه بكيس عيش عندك في الفريزر تقيل. اي حاجه تقيله، كيس قلقاس، كيسين بسله عندك من اللي انت مخزناهم. حط عليهم كده عشان ايه يبقى مضغوط عندك، تيجي تاخديه ولا بيتكسر ولا بيجرى له اي حاجه. احلى تخزين في الدنيا، من السنه للسنه بطلعه. اطلعه على طول في الميه المغليه وهو متلج. في الميه المغليه وقلب قلب بتسلقيه السليق العادي خالص. وتمسكيه بقى تلف المحشي بتاعك. انا شايله امبارح والله اكتر من 2 كيلو، والنهارده بشيل بقيه الكميه يا ستي الكل بقى اللي بتخزني الورق العنب. طبعا انا بحط في اكياس ثلاجه عادي. بص الهواء طلعته في الكيس ما فيهوش اي هواء، شايفين؟ طلعي الهواء حلو كده. الورق العنب بتاعنا بيتجفف وبيتخزن بطريقه سهله خالص. يا دوب بجيب اشيل العنقوده اللي هنا اللي بتبقى في الورق العنب وخلاص، وارص فوق بعض واكيس كده. دولت نص كيلو. طبعا عملتهم 3 اكياس كده اهو. كيستهم عشان لما باجي بعمل محاشي تانية زي ما انت شايفه. بتخزنيه بكل سهولة، ولا تحط عليه مية ولا أي حاجة، تخزنيه بالطريقة دي. خلاص. أخضر على حاله يا جماعة. تطلعيه من الفريزر تسقطيه في المية السخنة، وتحطي نص ليمونة لو عايزة في المية، مش عايزة بتحطي ملح بس. خلاص. وبيبقى أحلى ورق عنب في الدنيا. قولوا لي بقى طريقتكم في التخزين كده سهلة كده زينا ولا إيه؟ وعايزة تعليقاتكم جميلة بقى. كل سنة وانتم طيبين. انهضي الورق العنب قبل ما ينشف، تخزينه دلوقتي حلو. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.